مرحبا، يسعد لي اوقاتكم بكل الخير يا رب. ان شاء الله تكونوا بالف خير. انتم عم بتشوفوا فيديو اليوم طبختنا رح تكون شعكريه. بالبدايه حطيت قطع الدجاج وحطيت عليهم خل التفاح ونقعتهم فيهم حوالي تقريبا ساعه، وبعدين جهزتهم للسلق. حطيتهم بمي بطنجره، وبعدين ضفت عليهم المطيبات: ورق الغار، قرنفل، حب هيل، هي القرفه ضفتها، وكمان زدت عليهم قطعة زنجبيل بتعطيها نكهة كتير طيبة، وبصلة، ورفعتهم على النار. وبعدين كل ما طلعت الزفرة ارفعها عنهم، كل ما طلعت شيلها بالمعلقة. وبعدين جهزت اللبن اللي هو حوالي كيليين لبن. طبعا الكيليين لبن اخذوا معي معلقتين كبار نشا، ودوبتهم بمرقة الدجاج، وبعدين ضفتهم على اللبن. طبعا هاد كله على البارد. طبعا وفيكم اذا بتحبوا يكون اتسم من هيك تشيلوا من اللبن كوبين وتحطوا بدالهم حليب. الحليب اللي بتضيفوه على النشا بتذوبوا النشا بالحليب وبعدين بتزيدوه على اللبن. طبعا الحليب عند اخواننا المصريين بيقولوا له اللبن، واللبن هو الزبادي. واذا بتحبوها اتسم من هيك طبعا فيكم تخفقوا بيضة وتضيفوها على اللبن، تخفقوها كتير منيح وتضيفوها كمان على البارد. دبلت بصل بزيت نباتي وضفت عليهم الملح. طبعا بتدبلوها بحيث ما تحمر لحتى تعطيها هالنكهة الرائعة. وبعد ما استوت قطع الدجاج قطعتهم لقطع ناعمة، وبعدين حمرتهم مع البصلة. هاي الحركة بتعطيها نكهة كتير رائعة، هاي الحركة بالذات غير شكل. وزدت عليهم معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كزبرة. أكتر من هيك بهارات ما تضيفوا نهائيا، ما نطيب عليها نهائيا. أنا جربت كتير طرق وعجبتني هاي الطريقة أكتر شي. وبخليهم لحتى ياخدوا لون خفيف مثل ما شايفين. بس يغير لونهم شوي بزيد عليهم اللبن، بنزله تدريجيا مع التحريك المستمر. طبعا هاي المرحلة بدي ضل احرك فيها لحتى يغلى اللبن، وهي الحركة ما بتاخد كتير وقت معي، غير لما بسخن اللبن لوحده وبعدين بضيف عليه قطع اللحمة، لا هيك اسرع. ومتى ما غلي اللبن فبعرف انه خالصة بتكون جاهزة. طبعا بضل بحرك تحريك مستمر لحتى ما يفرط اللبن. مثل ما قلت لكم انا لا بصفيه ولا شيء، بس بدوب النشا بمية الدجاج وبعدين نضيفه على اللبن وبحركه على البارد. جربوا هاي الطريقة، أكيد رح تعجبكم كتير كتير. بتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات. وبعدين هون جهزت الرز، رز قصير، الرز المصري. زدت الزيت نباتي وبعدين الشعرية، ولما أخدت لون زدت الرز المصري وبعدين زدت المية عليهم. وهي الشكل النهائي. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي. مثل ما شايفين الرز كل رزاية وأختها، كل حبة لحال. طبعا الشاكرية طعمتها غير شكل، فعلا رائعة. بتمنى تجربوها، أكيد رح تعجبكم. شكرا على المتابعة.